السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل طاجن بامية خضراء باللحمة حدوتة. شايفين البامية معايا لونها اخضر وتحفة ازاي؟ دي البامية اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض، وهحط لكم طريقة تفريز البامية تحت الفيديو. وان شاء الله هنعمل بامية خطيرة جدا، بامية باللحمة، طاجن صغير كده ان شاء الله ينول اعجابكم. ويلا نسمي بالرحمن ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة بنجيب حلة فيها 3-4 معالق من الزيت كده، وننزل عليهم بقطعتين من الدهن زي ما احنا شايفين كده، نسيبه يحمر معانا كده وياخد لون علشان يطلع الطعم بتاعه الحلو، علشان ناخد بامية طعمها وتستها عالي وفي منتهى اللذاذة. بعد كده اول ما الدهن بياخد لون بننزل باللحمه بتاعتنا ايا كانت الكميه، ولو حتى ربع كيلو هتديكي تست حلو جدا. هنبتدي بقى نشوح في اللحمه زي ما احنا شايفين لحد ما تاخد لون من كل جنب كده زي ما احنا شايفين مع بعض. في الوقت ده بقى خلاص انا قطعه الدهن بتاعي اخدت لون واخدت منها الطعم. هبتدي اخرجها كده من الحله بتاعتي زي ما احنا شايفين، واشوح في اللحمه قد ما اقدر، عايزاها تاخد لون حلو وتقفل المسام بتاعها كده زي ما احنا شايفين. بعد كده بنزل ببصلة متوسطة كده مفرومة، وابتدي اشوح فيها لحد ما تكرمل معايا وتتشوح مع اللحمة. انا مش عايزة البصلة بتاعتي تبقى لونها غامق، يا دوب بس كده تبتدي تبقى شفافة. هبتدي كده اوسع مكان مع البصلة زي ما احنا شايفين كده بالظبط، وانزل بمعلقة كبيرة من التوم. ايوه، معلقة كبيرة من التوم. التوم والبصل مهمين جدا وانتي بتعملي البامية، بيدوا تست حلو جدا وريحة خطيرة. التوم بقى تفضلي تشوحي فيه تشويحة خفيفة كده لحد ما يطلع ريحته الجميلة مع البصل، واللحمة تشرب بقى من الأطعمة الجميلة دي. وننزل عليهم بأهم حاجة بقى عندي، تكوني عاملة عصير طماطم حلو كده فريش، وتنزلي بيه بعد ما تكوني مصفياه تمام على اللحمة بتاعتي. بس الأول بننزل بالتوابل علشان ريحتها تطلع كده في التشويح، وقرن فلفل حامي زي ما احنا شايفين كده بيدي تست حلو. لو انتي مش بتحبي الاكل سبايسي ممكن تستغني عن الفلفل الحامي زي ما احنا طبعا متفقين. هننزل بقى بعصير الطماطم الفريش بتاعنا. انا عصرة كده شفشق من الطماطم ومصفياه كويس جدا من التفل. وهبتدي بقى انزل كمان بمعلقة من صلصة الطماطم، بس ما ظهرش معايا في الفيديو الجاهزة عشان تدي لون حلو وتعزز اللون معايا. هسيب اللحمة بتاعتي تستوي، ومن وقت للتاني لو حسيت ان هي لسه ما استوتش بزودها مية، ولازم تكون مغلية علشان تدخل في التسوية. اللحمة بتاعتي تبارك الرحمن استوت، عملت لها تيست كده. هجيب البامية بتاعتي اللي انا مفرزاها معاكم، شايفين تبارك الرحمن لونها اخضر ومحتفظة بلونها الجميل كأنها لسه فريش واكتر كمان. طبعا زي ما احنا شايفين كده انا نزلت بالبامية بتاعتي مجمدة زي ما هي، ما بسيبش الخضار يفك، لازم نحطه هو مجمد على طول علشان تاخدي افضل نتيجة. سبتها كده فكت على البخار، بعد كده كشفت عليها زي ما احنا شايفين وادي لها تقليبة حلوة، وابتدي بقى اسيبها تستوي في الصوص الخطير ده مع اللحمة. احنا عارفين ان اللحمة استوت سوا كامل لان انا بحب اللحمة دايبة، وكمان البامية عندي متفرزة بطريقة مش هتخليها تاخد غلوة واحدة في التسوية، يعني هتاخد بالظبط 10 دقايق ربع ساعة بالكتير هتكون استوت. فبالتالي لازم تكون البامية بتاعتي اللحمة بتاعتي مستوية بالكامل. ما شاء الله تبارك الرحمن. بعد 10 دقايق بدلها الملح بتاعها بقى المظبوط على حسب الكمية بتاعتي، والملح هنا حسب الذوق. هبتدي اديلها تقليبة كده واسيبها كمان 5 دقايق تشرب من الملح بتاعها. تبارك الرحمن البامية خضرة معايا، ريحتها تحفة، لونها خطير، الكاميرا ظلماها بس ما شاء الله تبارك الرحمن. كمان التست حاجة عظيمة جدا. البامية من الأكلات الحلوة اللي احنا متربيين عليها. بعد شوية خرجت الإيدام بتاعها تبارك الرحمن جنب جدران الحلة زي ما احنا شايفين، وكانت بقى استوت سوا كامل مع اللحمة.
البامية بتاعتي تبارك الرحمن شكلها زي ما احنا شايفين كده، وكمان اللحمة دايبة. هبتدي اغرف الطاجن بتاعي او اغرف الاطباق بقى على حسب. لو حابة تاخدي البامية تحطيها في طاجن كده وتدخليها الفرن، تاخد معاكي شمخة الفرن كده، هتبقى حاجة عظيمة جدا. لو حابة تقدميها زي ما انا بعمل كده على طول، هتبقى تستها حلو ومش هتختلف كتير. ما شاء الله تبارك الرحمن، هي واخدة حقها، وكمان شكلها وطعمها رهيب جدا. النهاردة كان الفيديو بتاعنا عن البامية الخضرة باللحمة اللي طعمها وتستها عظيم جدا وشكلها تحفة زي ما احنا شايفين. جربوا الطريقة دي واطبخوا البامية بالطريقة دي، هتعجبكم جدا. اللحمة دايبة زي ما باين كده، وكمان البامية طعمها خطير جدا. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو النهاردة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير، وتصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ويا ريت تقولوا لي بتتابعوني منين، وان شاء الله نتقابل في كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.